السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم في كل مكان. النهاردة مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله الأهلي هيلعب على ملعب رادس في ملعب الترجي التونسي، بس الأهلي ليه مميزات حلوة هناك. إيه هي أول مميزات؟ إن هو هيلعب الترجي التونسي هيلعب بدون جمهور. طيب بقول لك في استبعاد او اصابات 5 لعيبه، منهم الحارس الاساسي لنادي الترجي التونسي مصاب، مش هيلعب المباراه. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيعمل مباراه قويه هناك ويجي بنتيجه ايجابيه، وعلى كوبر ما يألفش في مباراه زي دي وينزل التشكيله المناسبه والتشكيلة اللي تماشي المباراة، لأن الترجي بدون جمهور، من غير جمهور وبجمهور قوي. الترجي بجمهور أو بغير مجهور أو بغير جمهور فريق قوي، فريق مش سهل. فريق الترجي فريق مش سهل، فريق قوي على أرضه وقوي حتى كمان بره أرضه، زي ما شفنا المباراة الأخيرة بره فاز وعلى أرضه فاز. فاحنا بنقول لازم النادي الأهلي ياخد كل احتياطاته، لازم النادي الأهلي يحسب كل حساباته على أرض الملعب. على أرض الملعب لازم النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي تكون على أعلى مستوى النهاردة، علشان إن شاء الله نبارك للنادي الأهلي كده بعد المباراة إن شاء الله النهاردة اللي هتقام على ملعب رادس الساعة 10 مساء. طيب أنت يا عم كولر تفهم لعيبتك وتفهم اللي حوالين منك إن الماتش مش سهل. ما تقولوش الماتش سهل، والاعلام التونسي كله عمالين يقولوا ويرشحوا ان النادي الاهلي هو الافضل حاليا، وان الترجي حصل يعني حصل خسارات عنده من في الدوري التونسي بسبب الصفاقسي التونسي اللي ماسكه حسام البدري حاليا. دول مش مقياس، كل مباراة وليها وقتها، كل مباراة وليها وقتها. يعني مباراة الصفاقسي التونسي غير مباراة النادي الأهلي، لأنهم عارفين دي مباراة نصف نهائي، يعني مباراة مهمة جدا. لكن في الدوري التونسي الصفاقسي السابع حتى لو ضاع 3 نقاط منه مش مشكلة، لأن الدوري لسه طويل. طيب يا عم كولر، الترجي هيلعب على ايه؟ هيلعب ضاغط النادي الاهلي من اول صفارة الحكم. اول ما الحكم يصفر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، الضغط على النادي الاهلي علشان يسجل في اول ربع ساعة من الشوط الاولاني. ولو نجح الترجي يسجل في اول ربع ساعة هتشوفوا ماتش تكتيكي من الترجي، ماتش تكتيكي رهيب. والنادي الاهلي هيستعجل لانه يطلع بنتيجه ايجابيه 1-1 او يفوز 1-0، يبقى نعمه من عند ربنا، ونيجي بقى نحسمها ان شاء الله على ملعب القاهره بوسط الجمهور. يعني نامل ان الاتحاد الكره والامن المصري يفتح الاستاد على مصراعيه للاهلي وجماهير الاهلي في مباراة العودة يوم الجمعة ان شاء الله اللي جاي. فان شاء الله هنحاول مش هنحاول بس، احنا متأكدين ان احنا هنيجي من هناك منصورين، هنيجي من هناك. انا توقعاتي يعني، وانتوا برضك والمتابعين تتوقعوا ان النادي الاهلي هيجي هناك بنتيجة كم. انا اتوقع ان النادي الاهلي هيفوز هناك 2-1 او 1-0، دي توقعاتي. وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي رجاله وعلى قد المسؤوليه، وان شاء الله نيجي منصورين. وانتظروا فيديو جديد بعد الماتش النهارده مباشره
على قناة الكورة مع مالك محمد. ولا تنساش الاشتراك وتعمل لايك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.